مصر وتركيا بقوا اصحاب لدرجه كبيره جدا، مفيش كلام بصراحه. دلوقتي الرئيس التركي ما لما يقابل الرئيس المصري كانهم صحاب بقالهم بقى ايه 15,000 سنه يعرفوا بعض ومع بعض والعلاقات متقاربه ما بينهم هما الاثنين. بس اكتر من كده ان يوم الاربعاء اللي فات لما رئيس تركيا راح وزار مصر، هي ما كانتش زياره عاديه كده وخلاص اتنين بيقابلوا بعض او ان واحد بيروح يزور بلد وغيره، لا ده هو كان في اتفاقيات وفي حاجات في كل المجالات اللي انت تتخيلها، بقى مجال مثلا ايه استثماري تجاري حتى العسكري حتى كمان الثقافي، لدرجه ان كان في مركز ثقافي تركي موجود في اسكندريه قرروا ان هم يفتحوا المركز الثقافي التركي تاني. كان في قناه التركيه اللي هي TRT، ده بيقول لك ان هو هيكون ليها مقر وفرع في مصر، زائد طبعا بقى الاتفاقيات العسكريه وحاجات بالشكل ده. بس انا عجبني تعليق قوي بقى، واحد هنا من الناس اللي موجوده هنا يعني بيسالني سؤال لذيذ قوي، بيقول لي طب يعني كده هم هيعملوا لنا اقامه عادي في تركيا ولا هيبقى الموضوع صعب برضه؟ فطبعا دي ملهاش علاقه خالص يا جماعه، من الاخر وفي رايي الشخصي اللي هيجي تركيا يا اما يجي يدرس يا اما يجي يشتغل باذن عمل واقامه عمل يعني، انما اقامه سياحيه بقى ويلاقي عنوان ونعمل مش عارف ايه والحاجات دي كلها، للاسف الموضوع بقى صعب شويه اليومين دول.